بسم الله. كل يوم وانا خارج من الحرم في طريق مثلا للسكن او نازل الساحه بيقابلني منظر جميل جدا. بيقابلني ناس جنسيات مختلفه، تلاقيهم ماشيين ماسكين ايدهم في ايد بعض وماشيين يلبوا طول ما هم ماشيين في الطريق، داخلين مع بعض ايد واحده نفس واحد. مناسك العمره نفسها بيعملوها مع بعض، حتى لو قعدوا بتلاقي الذكر الجماعي كلهم مع بعض. ببقى نفسي والله العظيم مش كلام يعني، ببقى نفسي اوقفهم واحد واحد من ورا التاني. انتوا فعلا بتحبوا بعض، انتوا من جواتكم صافين لبعض، انت صافي لقريبك، قريبك صافي لك، بتتمنى لصاحبك الخير، بتتمنى لاختك لاخوك لجارك، بتتمنوا لبعض الخير فعلا. والله العظيم بقعد ابص في وشهم واتخيل طول ما انا ماشي ربنا يحفظهم ويحميهم. يعني قلوبكم صافيه لبعض ولا احنا بس اللي بقينا كده؟ احنا بس اللي بقينا مش صافيين لبعض، بقينا بنتمنى الوحش لبعض، نسعى لاذيه بعض. فلان ناجح نسعى ان احنا نهدمه. نفسي اساله فلان اللي انت بتسمع عنه جواتك بتتمنى له الخير ان هو يزيد ويكبر ويكبر، ولا من جواتك بتسعى ان انت تهدمه بطريقتك، بنقدك، حسدك، بغلك، بسوادك؟ بتعملوا كده ولا احنا بس اللي عندنا الكلام ده؟ لان فعلا عدنا بنشوف ناس ده قلوبها فيها مرض. عنده عماره، طب انت تعرف العماره دي جابها ازاي؟ ما جايز دافع منها مقدم وجايبها اقساط، بقاله سنين بيتعب ويجتهد ومتقي الله في شغله وفي اكل عيشه عشان يجمع المقدم بتاعه، بيحافظ على صلواته وبيحافظ على اوراده، فربنا حب يكافئه. قوم انت تيجي بكل بساطه وبكل سهوله تستكتر عليه النعمه وتحسده. مثلا فلان اشترى عربيه اخر موديل، انت تعرف هو تعب قد ايه عشان يحقق حلمه ويجيب عربيه زي اللي انت شايفها دي؟ فاحنا ما نعلمش اسرار الناس، ما نعلمش هموم الناس، فاحنا ما نعرفش الخفايا، ما نعرفش قد ايه تعب، قد ايه شقى، قد ايه طفح الدم عشان يجيب اللي انت شايفه ده. فانا عاوز الخص الموضوع في كلمتين: لما ربنا حرمك رزقه الله، ولما ربنا رزقك حرمك الله. المتحكم في النقطة بتاع الرزق والحرمان ربنا سبحانه وتعالى، مش انت اواني او غيري. فانا مطالب احمد ربنا على اللي انا فيه، وانت مطالب تحمد ربنا على اللي انت فيه عشان ربنا يزيدني وربنا يطهر قلبك ويديك. ويا عالم الله اعلم، ممكن ربنا في يوم من الايام ياخد مني وممكن يديك انت. ما هي الدنيا دي بين عطاء وحرمان، بين فرح وبين حزن، بين مرض وبين شفاء، هي كده الحياة بتتقلب. فاللي عايز يثبت ويقول انا الاقوى اتفضل، الدنيا قدامنا وفي جنة وفي نار وفي ربنا سبحانه وتعالى. واللي عايز يثبت ان هو احسن منك واشطر منك يا ريت، احنا عايزين الدنيا كلها تبقى خير وبركه. واللي عايز يقعد ويألف ويحكي قصص من دماغه عشان لغرض ما في دماغه اتفضل. اللي عايز يحكي عني بالوحش او عنك بالوحش اتفضل. وطالما انت واثق من نفسك ومن شخصيتك وبتخاف ربنا سبحانه وتعالى اقعد افرد ظهرك واتفرج. لان حتى محاولة ان انت تقعد تجادل وتثبت للي قدامك انت كويس ولا وحش، انا حلو ولا انا حلو وصح، دي فيها تقليل من قيمتك ومن شأنك. ملخص الحكاية: أنا اخترت أشتغل من الصبح لغاية الفجر وأروح أنام ساعة وأرجع أشتغل تاني. فاللي اشتغل 3 ساعات بس وروح نام، ما تبصش للي اشتغل يوم كامل. أنت اخترت إنك تشتغل شغلانة واحدة بس عشان تريح نفسك، يبقى ما تبصش لواحد لو طال يشتغل 4 شغلانات في اليوم عشان يكفي بيته ويستر عياله ويحقق أحلامه، يبقى ما تبصلوش في رزقه. أنت فكرت إن أنت تقعدي في البيت تطبخي وتاكلي وتطلع تنامي على السرير، يبقى ما تبصش لواحد ابوها صرف عليها ودخلها تعليم وصرف عليها وضيع عليه شبابه وطفح الدم عشان يعملها انسانه ناجحه. يبقى انت يا اللي انت قاعده في البيت ما فيش عندك اي طموحات تبص لها وتحسديها. حرام. انت اخترت تصرف قضيتك 500 600 جنيه ولا 1000 جنيه تصرفهم وتنزه نفسك عشان تظهر ان انت نزيه. يبقى حرام عليك لما تبص لواحد حوش مرتبه وتعب عشان يوصل للي هو فيه. انت قررت انك تستسهل وتفضل واقف في الدور الارضي تستنى الاسانسير ينزل لك، وما تبصليش او تبص لغيري لما خد السلم جري وطلع في اخر دور ووصل قبل منك. او ممكن نحسبها حسبة بالبلدي: ممكن في لحظة صفا ولا لحظة تجلي أبويا ولا أمي دعوا لي دعوة من قلبهم فربنا تقبلها، وممكن في نفس الوقت في ذات الوقت نفسه أبوك استسهل الطريق ونسى يدعي لك الدنيا الهته. ممكن فلان ده هو اتصرف عليه من أبوه وأمه، لا مش قصده والله العظيم اتصرف عليه مال، مش قصده فلوس، لا اتصرف عليه تعب، اتصرف عليه خوف من ربنا. مرضوش ياكلوا الواد ده حلال، مرضوش ياكلوا البنت ده حلال، طب مطعمك اكلوا حلال فدمهم اللي بيجي فيهم ده حلال فربنا مبارك فيهم. تعرف مش مثلا اهلك او ابوك ما كانوش مثلا يعني
بيتقوا الله شويه. حته الحلال والحرام دي يعني عاملين نفسهم مش شايفينها شويه. تعرف ان ممكن ربنا سبحانه وتعالى، بس انت طيب قلبك سن، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول لا الابن ده البنت دي ملوش ذنب، هو اتظلم بسبب اهله امه او ابوه، ممكن ربنا يتعاطف معاك ويديلك، بس انت طيب قلبك وخليك حنين شويه، وساعتها شوف عوض ربنا هيبقى لك ازاي. بس انت ادي وشك لربنا. فيا رب يا رب يا رب الناس كلها تتراضى، وكل واحد يرضى باللي ربنا قسمهوله واللي ربنا اداهوله. لانك اما بتبص في نعمه حد في رزق حد انت كده بتشكك، هو ده مش عدل يا رب؟ ازاي ده ياخد انا ما اخدش؟ ما انت خلقته زي ما خلقتني. لا، ربنا ليه تدابيره، ليه حكمه. لو اداك الوقت انت هتفترض، لو حاش عنك هيديك في اليوم الفلاني، ساعتها انت الحاجات دي هتصح معاك. ربنا ليه حكمه في كل شيء، هو اعلم به. فيوم ما تبص لحد على النعمه او الرزق اللي معاه، ممكن ربنا يقوم عاطيلك الرزق اللي معه فلان ده اهو، بس يقول لك زي اللي بيقول لك ايه بالبلدي، خد الليله كلها. فلان اللي انت بتبص له ده انت شايف عنده عز وعنده عربيه وعنده جاه وعنده اولاد صالحه، ما جايز عنده شويه تعب منغصين على حياته مداريهم برستيجه ووضعه، مش عايز يبين نقطه ضعف، مش عايز يبين تعب. عنده زوجته فيها مرض معين مداريينه، تغور كنوز الدنيا قدام شويه تعب لزوجته او ليه. ففي حاجات مداريه انت ممكن لو الشيله كلها جات لك هتقول لا خليني زي ما انا، ده انا حتى بجري وبتنطط. فيا رب يا رب يا رب طيب قلوبنا كلنا.